رفع رسوم استخراج جواز السفر إلى 1000 جنيه أمام مجلس النواب غدا الأحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايالكم بخبر من موقع المصري اليوم، حيث يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الأحد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لعام 1959 بشأن جوازات السفر. وتقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أوضح أن المشروع بيهدف لتعديل رسم الحصول على جواز السفر ورفع قيمة استخراجه من 250 جنيه وفقا للمنصوص عليه في القانون الحالي ويوصل ل1000 جنيه بحد أقصى. والتعديل ده طبعا جه في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقات الدولية اللي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات. وبيتكون مشروع القانون المقدم من الحكومة من مادتين، واحدة منهم اللي هي مادة النشر واللي بتعبر عن تعيين بقرار من وزارة الداخلية أو وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر وكمان مدة صلاحيته مواصفاته وقيمة الرسم اللي بيحصل عنه بما لا يتجاوز 1000 جنيه، وده طبعا بعد الإضافة للرسوم المقررة بقانون أو قوانين أخرى. وكمان بتنص المادة في القانون الحالي على أن يضاعف الرسم في حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف، وبيلتزم كل خاضع لقانون الخدمة العسكرية والوطنية عند تقدمه لاستخراج جواز سفر بتقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو إعفائه منها وفقا للقانون. وبيجوز كمان استبدال جواز سفر جديد بجواز السفر الساري طالما كان صالح لمدة أقل من سنة ولأي أسباب أخرى يقدرها مدير مصلحة الجوازات، ولا يجوز لأي سبب إضافة أي شخص آخر لجواز السفر المقرر آليا. وبكده يكون خلص الخبر ده، ولكن ما خلصتش أخبارنا على مدار اليوم وكل يوم. لايك على الفيديو وتابعوني، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.